بحزن كبير تتبعنا الهراوات التي نزلت على رؤوس مغاربة لهم ضمانات في السلامة البدنية والجسدية بتصرفات وصلت إلى المساس بحقوقهم الدستورية. ونطرح السؤال: هل هذا قراركم؟ هل هذا قرار الضباط؟ أم هل هذا قرار السيد رئيس الحكومة باعتباره المسؤول السياسي الأول على إدارة العمل الحكومي داخل هذا البلد؟ خاصة وأن السيد رئيس الحكومة صرح أن ليس هناك تناسب. هل أعطاكم أمرا وحدد لكم المجال أم أن هناك تنصل من المسؤولية؟ خاصة وأن الحزب الذي ينتمي إليه السيد رئيس الحكومة صدر بيان في الإسكان يقول فيه أن هذا هجوم على الخيار الديمقراطي. نتساءل: هل تصرفتم شخصيا؟ هل هناك قرار حكومي؟ هل من حقكم المساس بالسلامة البدنية والجسدية للمغاربة؟ أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى الجريمة والجريمة السياسية، لأن السلامة البدنية والجسدية للمغاربة لا يجوز المساس بها لأنها مضمونة وفقا للدستور، مضمونة وفقا للقوانين، مضمونة وفقا للأخلاق. تصرفات ودماء المغاربة التي سالت في الشوارع تسيء إلى سمعة هذا الوطن، تسيء إلى الصورة التي للعالم حول هذا الوطن، تسيء إلى ديمقراطيتنا، تسيء إلى دستور 2011، تسيء إلى العمل الحكومي، تسيء لكم السيد الوزير. لذلك نحن نتعسف ونتعلم أن يكون المغاربة ضحية هراوات مغربية، أن يكون المغاربة ضحية قرار سياسي يمس بسلامتهم البدنية، يمس بحقهم في التظاهر، يمس بحقهم في التنديد بمواقفهم، يمس بحقهم في ممارسة حقوقهم الدستورية، يمس بكل ما هو أنيق في هذا البلد. لذلك نشعر بحزن كبير ونحتج السيد الوزير، ليس فقط نسائلهم، نحتج عن هذا التصرف، نحتج عن هذا السلوك، ونعتبر أن المغاربة دماؤهم وأجسامهم مقدسة ولا يجوز المساس بها، كيفما كان موقع الشخص، كما كانت مسؤولية هذه الوزارة، وبعد ذلك تتنصل حكومتكم من المسؤولية في هذا المجال. لذلك اسمحوا لي سيد الوزير أن أقول لكم إنني متألم جدا بعد 4 سنوات من حكومة بناء نصر 2011 تهدمون كل ثقة المواطن كما نص عليه الدستور، تهدمون ثقة حقنا في ممارسة حقوقنا الدستورية. بأي حق سنتعامل مع هذا الموضوع؟ شكرا سيد الوزير.